بتكره النادي الاهلي في مصر، اللي هم غير مشجعين النادي الاهلي، بمنتهى الصراحه، لانه النادي الاهلي طول الوقت يتعامل بمنطق انا الملك، انا فوق الجميع، انا القوي. ولكن عندما يتعرض لاي شعور بالظلم يتحول الى اين النزاهه واين العداله واين 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 واين. طب يا معلم، وانت بتكسب ما كنتش بتتكلم ليه؟ انت لو اتكلمت وانت بتكسب وقررت انك تقود مسيره الاصلاح، محدش هيقدر يقول لك حاجه. انا راجل كسبان، انا راجل وضعي ممتاز، ومع ذلك بطالب بالاصلاح. لكن الاهلي فقط يتكلم عندما يتعرض لاذى، عندما يكتوي بنار المنظومه اللي هو ركن اساسي فيها. انت مش قلت من شويه من غير النادي الاهلي مفيش كوره في مصر؟ طبعا. وانا بقول لك من غير النادي الاهلي مفيش فساد كروي في مصر، مفيش فساد كروي في مصر بدون النادي الاهلي. مصدره ايه الكلام لا، ده مصدره ايه؟ حضرتك؟ مصدره يعني اللي مش احنا فاهم شايفونه، يعني ايه مصدره اللي احنا شايفينه. اللي هو ايه يعني؟ بمعنى، هو ايه الفساد؟ انك تدخل شخصيات مشبوهه الى كره القدم. عملها النادي الاهلي في الحاج ابراهيم العرجاني وعصام العرجاني اللي بالمناسبه. يا مساء الفل عليكم، وكلمتين على الماشي. طبعا اكيد انتوا شفتوا الفيديو اللي انا عرضته دلوقتي، وهتكلم على البني ادم ابو راس بخاخ دوت اللي هو بيتكلم على النادي الاهلي وبيتهمه النادي فساد، وان النادي بيتكلم من فوقيه او من عظمه او الكلام الفارغ اللي هو بيقوله دوت. حابب اقول لك كلمتين. اولا، النادي الاهلي مشرفك عربيا وافريقيا وعالميا، نادي بطولات، نادي بيحقق انجازات، نادي رافع اسم مصر. ولو اي بني ادم ايا كان انتمائه، زملكاوي، اسماعيلاوي، او ايا كان انتمائه، وبيشكك في بطولات النادي الاهلي وبيشكك في انجازات النادي الاهلي، ده بيدل على ان هو بني ادم فاشل وبيحارب النجاح. انت مشكلتك مع النادي الاهلي في ان انت متضايق ومش عارف تعمل زيه، او مش عارف توصل لانجازاته، او مش عارف توصل ان هو عمل اكتر من 5 فروع وبيعمل استاد عالمي والناس كلها بتتكلم عليه عربيا وافريقيا، وبيعمل ميزانيه بيقدمها كل سنه. النادي السنه دي كان كسبان. يعني موضوع كبير قوي بالنسبه لك. فانت طبعا النفسيه بتاعتك يا ابو راس بخاك انت مش مخلياك مستوعب ان هو رقم واحد ومفيش رقم اتنين. انت لو انت زملكاوي، انت بالنسبه لي غريم. انت مش منافس، ولا حتى بيراميدز منافس بالارقام وبالاحصائيات وبكل حاجه. هتشكك في قدرات النادي رقم واحد عربيا وافريقيا، يبقى انت راجل لازم تروح تتعالج نفسيا. سلام.